كب كيك اليقطين الصحي من الشغلات اللطيفة جدا اللي ممكن تجربوها، خصوصيا اللي يحبون اليقطين. اخذ يقطينة، اخذت من عندها 200 غرام، قشرته على الخلاط، خليت عليه نص كوب من طحين جوز الهند، بيكنج باودر كيس، وراح اخلي 3 أو 4 ظروف سكر تروبيكان او ستيفيا الموجود عندكم، بياض بيضتين. خلطته زين بالخلاط، خليته بالقوالب مع مرقة الزبدة، راح للفرن. بعد ما حمل الفرن خليت النار عالية من جوه تقريبا 15 دقيقة، بعدين طفيتها وتحمر من فوق، يمكن 10 دقائق أخذ، وكانت هذه النتيجة. بالنسبة للسعرات الحرارية، القطعة بها تقريبا 50 سعرة حرارية، آمن لمرضى السكري بكمية معقولة. القوام ماله مو يابس، يعني تحسه مثل التشيز كيك بالضبط، بس خرافي جدا، تكسلوا فاكهة يعني من الأخير. جربوه عليكم بالعافية إن شاء الله يا رب.